أغنية دخلت أم كلثوم القصر الملكي وأغنية خرجتها من القصر الملكي. كان عيد ميلاد الملك فؤاد وأم كلثوم جالها دعوة إن هي تيجي تحضر الحفلة دي وتغني فيها، والحقيقة إن ما كانش حد يعرفها تقريبا، يعني كانت لسه ما وصلتش لأي حاجة خالص. المهم أم كلثوم دي كانت بالنسبة لها فرصة بمليون جنيه ولازم تستغلها بأي شكل من الأشكال. أم كلثوم جهزت نفسها وراحت القصر، وأول ما دخلت بدأت تبص على الأجواء كده وقعدت على جنب. راح جالها حد من الناس اللي هم يعني قريبين من الملك شوية. في رواية بتقول إن هو أحمد شفيق باشا، وناس تانية بتقول لا ده واحد من الحاشية بتاعة الملك. المهم يعني جه كده وخدها على جنب وقال لها بصي اسمعيني بقى وخدي مني الكلام ده، لو انت عايزه النهارده تتألقي وتباني ما تغنيش اي حاجه من القصايد بتاعتك دي لغه عربيه وكلام معقد، لا 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 لا، النهارده عيد ميلاد الملك، عايزين حاجه كده خفيفه لطيفه ظريفه، عايزين حاجه يعني تسعد الملك، عايزينه يقعد يتسلطن ويتطرب من غير ما يقعد يفكر في معنى الكلام ولا الكلام التقيل اللي انت بتقوليه ده. وهنا يحضرني نفس الشخص اللي موجود في 2025 اللي بيقنعني ان انا لازم استضيف شبيه الفنان عزت العليلي عشان اعرف ازاي اكتشف الشبه اللي بينهم وبيعمل ايه وبيواجه حياته ازاي. ما علينا، نرجع تاني لأم كلثوم. أم كلثوم واضح إن هي كانت دماغها ناشفة جدا وما بتحبش حد يديها أوردر وما بتعملش غير اللي هي شايفاه صح. حست كده إن في نبرة أمر في الموضوع وأصلا ما عجبهاش الكلام. المهم بصت له بنظرة هادية جدا وردت عليه وقالت له أنا أسفة، أنا ما بغنيش غير اللي بيمثلني وبس، أنا مش بغني غير قصايد بس، ودي طريقتي، أنا أسفة، اللي عاجبه يتفضل يسمع واللي مش عاجبه يبقى لا. ما قالتش حاجة وحشة، قالت له مع السلامة ما يسمعنيش. طلعت أم كلثوم على المسرح وغنت قصيدة من أقوى القصايد وكانت كلمات الرائع أحمد رامي. كانت بتقول إيه القصيدة دي؟ أراك عصي الدمع شيمتك الصبر، الحزن ده في عيد ميلاد الراجل، ما علينا يعني. المهم قعدت تغني وبعد ما خلصت اتفاجئت بأغرب رد فعل من الملك فؤاد. الملك فؤاد كان معروف عنه ان هو ما بيحبش القصايد خالص، بس فضل قاعد ساكت وبيسمع ام كلثوم كلمة كلمة وحرف حرف وهو ما بينطقش. فطبعا رد فعله ما كانش مفهوم، هو مبسوط ولا متضايق ولا غضبان ولا حكايته ايه. بص كده للناس اللي حواليه وقال لهم مين الست دي؟ قالوا له دي بنت جديدة كده اسمها ام كلثوم. قال لهم تمام، وفضل قاعد يسمع لحد ما خلصت. والحقيقة انه انبهر جدا 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 بصوتها وانبهر كمان بالقصيدة لدرجة انه قال دي مش اغنية، دي مدرسة غنى كمان. ومن بعدها اتفتحت أبواب الشهرة والمجد لأم كلثوم، كل الصحف والجرايد والمجلات بدأت تكتب عنها وعن انبهار الملك بيها، واتفتحت لها أبواب القصر على مصراعيه، وابتدت حكاية أم كلثوم. ولكن أغنية تانية أو قصيدة تانية كانت سبب انهاء العلاقة بين أم كلثوم والقصر. ما احنا قلنا بقى دماغها ناشفة. في مرة تانية اتدعت برضه أم كلثوم عشان تغني في حفلة عيد ميلاد الملك فؤاد، وكان بقى في الوقت ده ليها اسمها شوية، وكان معروف ان محدش بيحضر الحفلة دي غير أشهر النجوم وأهمهم. تسكت أم كلثوم أبدا، قامت أم كلثوم قالت قصيدة تحمل كده في معناها ضمنيا ان هي بتمدح وبتبجل سعد زغلول، سعد باشا زغلول الزعيم الثوري الوطني الكبير اللي كان على خلاف طبعا مع الملك فؤاد الاول. طبعا كان معروف وقتها ان سعد باشا زغلول هو اهم رمز من رموز الثوره الوطنيه ضد طبعا النفوذ البريطاني والاحتلال والملك وكل الكلام ده. طبعا الكلام ده ما عجبش خالص الملك فؤاد، انت جايه في عيد ميلادي في القصر بتاعي تمجدي سعد باشا زغلول اللي هو اصلا عدوي وكمان في حضرتي؟ لا، الكلام ده ما يتسكتش عليه. طبعا بسبب اللي حصل ده حصل فتور بين ام كلثوم وبين القصر الملكي، مع ان كان ليها نفوذ وكانت تعرف ناس كتير جدا من رجال القصر، بس ده طبعا ما شاف عليهاش. المهم ان ام كلثوم ما تعاقبتش يعني بشكل رسمي ان هي ما تدخلش القصر تاني ولا اي حاجه، بس كان ضمنيا كده من الكلام اتفهم ان هي غير مرحب بيها وان موقفها السياسي اللي هي خدته ده أثر على علاقتها بالقصر. بس ولا يهمها طبعا، دي أم كلثوم، لا لا لا، أنا عاجبني إن دماغها ناشفة، ما يهمهاش أي حد، هي بتعمل اللي هي شايفاه صح وطز في الناس كلها. متهيألي ده سبب نجاحها، سبب نجاح أم كلثوم الدماغ.